إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. وقال الصوارمي خالد سعد الناطق باسم الجيش السوداني إن مقتل خليل إبراهيم وقع في معركة بين الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة بمحلية ودبندة بولاية شمال كردفان. هذا وقد أكد جبريل إبراهيم شقيق خليل إبراهيم ونائبه في الحركة في اتصال مع الجزيرة مقتل شقيقه في غارة قرب كردفان، حيث كان يتحرك في موكب مع عدد من عناصر الحركة. الأخبار التي نقلها الجيش السوداني بخصوص مقتل خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بدارفور أثناء معركة بمحلية ودبندة في ولاية شمال كردفان جاءت متضاربة. ففيما أكدت المؤسسة العسكرية هذا الخبر، ظهرت تفاصيل أخرى لاحقا زعمت أن رئيس أكبر حركة مسلحة في دارفور مات متأثرا بجراحه منذ الأربعاء الماضي في اشتباكات وقعت بمنطقة أم غوزين على الحدود بين ولايتي شمال كردفان وشمال دارفور، وتم دفن جثته من قبل قواته. هبت القوات المسلحة إلى تلك المنطقة وفرضت حصارا قويا على هذه المجموعة المتمردة، وتمكنت بحمد الله من مقتل مجموعة منهم على رأسهم المتمرد خليل إبراهيم ومجموعة أخرى من المقربين إليه من قادة حركة التمرد. الحدث تفاعل معه الشارع السوداني، حيث خرج متظاهرون مؤيدون لمقتل خليل إبراهيم جابوا عددا من شوارع الخرطوم قبل أن يتجمعوا أمام القيادة العامة للجيش، فيما وقعت مواجهات بين الشرطة وتظاهرة طلابية مناوئة للحكومة في جامعة الخرطوم منعت الجزيرة من تصويرها، في وقت اعتبرت فيه بعض أحزاب المعارضة مقتل إبراهيم من شأنه الزيادة من حدة التوتر والاضطرابات في الأوضاع خاصة في إقليم دارفور. مقتل خليل بهذه الطريقة يمكن أن يكون دافع لمزيد من العمل المسلح القوي جدا جدا من قبل حركة العدل والمساواة. ويرى مراقبون أن مقتل رئيس حركة العدل والمساواة قد يضعف الحركة عسكريا، وتوقع أن تميل الحركة مستقبلا نحو توقيع السلام مع الحكومة السودانية. مقتل خليل إبراهيم من المؤكد يزيح صخرة صماء كانت تقف في طريق السلام، ومهما قيل أنه يمثل مجرد فرد يمكن استبداله بفرد آخر في داخل الحركة، لكن من المؤكد أن أفكاره وعقله سيغيب عن الموقع الرئيسي في الحركة. قتل خليل إبراهيم، لكن مقتله فتح الباب واسعا أمام أسئلة كثيرة، وفي مقدمتها مصير حركة العدل والمساواة من بعده. فهل تجد من تجمع عليه قائدا أم تتناهشها رياح التصدع كما فعلت من قبل مع حركات مسلحة أخرى في دارفور؟ أسامة سيد أحمد، الجزيرة، الخرطوم. وينضم إلينا من الخرطوم مدير مكتب الجزيرة المسلمي الكباشي. مسلمي، هل تكشف المزيد من تفاصيل ملابسات مقتل خليل إبراهيم؟ نعم نوران، مصادر في الجيش السوداني ذكرت أن خليل إبراهيم مات متأثرا بجراح أصيب بها قبل عدة أيام في اشتباكات بين الجيش السوداني وحركة العدل والمساواة في منطقة أم غوزين في الحدود بين شمال كردفان وشمال دارفور، حاولت قواته إخلاءه بحثا عن علاج، ولكن مات متأثرا بجراحه أمس، ودفنته قواته في منطقة جرهمان في غرب منطقة ودبندة في ولاية شمال كردفان. الذي تأكد الآن وأجمعت عليه مصادر حركة العدل والمساواة ومصادر الجيش السوداني أن خليل إبراهيم قد دفن في هذه المنطقة تماما على يد قواته، يعني لم يعد هنالك من سبيل إلى تصوير إلا إذا سبق الدفن تصوير جديد إلى خليل إبراهيم، ولم يعد هنالك من سبيل إلى ظهور جثمانه. حركة العدل والمساواة أبلغت رسميا أسرة خليل إبراهيم هنا في الخرطوم، زوجته وأولاده وأقربائه أبلغتهم رسميا بوفاة خليل إبراهيم، وأعلن منذ اليوم وإلى صباح الغد مستمرا. نصبت الأسرة سرادق للعزاء تتلقى فيه العزاء في حيه في الخرطوم في منطقة منزله في الخرطوم جنوب. وكيف يتوقع أن يؤثر غيابه مسلمي؟ نعم، كيف يتوقع أن يؤثر غياب خليل إبراهيم على الصراع في دارفور؟
خليل إبراهيم، مقتل خليل إبراهيم يعتبر ضربة موجعة للحركات المسلحة جميعها في دارفور أو في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، باعتباره جزء من تحالف لهذه الحركات، بل الجزء الأقوى ربما في تحالف هذه الحركات. وعلى حركة العدل والمساواة بالذات سيكون أثره سالبا، ذلك أن خليل هو القائد المؤسس لهذه الحركة ويتمتع بقدرات عالية وكاريزما عالية جدا، استطاع من خلالها أن يسيطر على هذه الحركة وأن يوجهها طوال هذه السنوات. الآن أمام الحركة خيارات صعبة، إما أن تحاول لملمة أطرافها ولملمة جراحها واتخاذ قائد جديد يستطيع أن يمضي بها سواء في طريق الحرب أو في طريق السلام، أو أنها مهيئة للتصدع والتشقق، خاصة أنها في السنوات الأخيرة تشققت كثيرا وتصدعت كثيرا وفقدت كثير من قادتها. فالحركة أمام اختبار كبير في أن تجتاز هذا الاختبار. عموما المشكلة في دارفور، الأزمة في دارفور هي في جوهرها أزمة سياسية، والحل لابد أن يكون حلا سياسيا. صحيح أنها اتخذت العناوين والمضامين العسكرية، ولكن لابد من عودة للحل السياسي. الآن على الحكومة وعلى الحركات معتمعة أن تعكف وأن تنخرط في سبيل الحوار السياسي، لأن هذه الحركات هنالك مخاوف أن تتصدع هذه الحركات في شكل جماعات للنهب المسلح، وهي بذلك تلقي أعباء أمنية جديدة على الوضع في السودان. يعني وفيما يخص المسار السلمي ننوه طبعا بأن حركة العدل والمساواة لم توقع على اتفاقية السلام التي تمت بوساطة قطرية. شكرا لك مدير مكتب الجزيرة المسلمي الكباشي، كان معنا من الخرطوم. خليل إبراهيم بدأ حياته السياسية عضوا نشطا في الحركة الإسلامية السودانية، وكان أحد أكبر مؤيدي نظام الرئيس عمر البشير، لكنه انسلخ عن النظام بعد انقسام الحركة الإسلامية السودانية عام 1999، حيث التزم الجناح المؤيد لحسن الترابي قبل أن يغادر السودان ويؤسس حركة العدل والمساواة في ألمانيا عام 2003، وانتهى به المطاف كواحد من ألد أعداء نظام البشير، ظل يحاربه قرابة 9 أعوام. في هذه البلدة الطينة الواقعة على حدود دارفور مع تشاد، والتي شهدت معارك بين الجيش السوداني ومتمرد الإقليم، ولد خليل إبراهيم ودرس وانتمى للحركة الإسلامية قبل تخرجه في جامعة الجزيرة طبيبا عام 84. هاجر للسعودية ثم عاد للسودان بعد انقلاب الرئيس عمر البشير على الديمقراطية الثالثة عام 89، وانخرط في صفوف حكومة الإنقاذ، وكان من قيادات الدفاع الشعبي التي ساندت الجيش في حرب الجنوب، وأصبح خليل وزيرا عدة مرات، منها مرتان بدارفور. انضم إلى جناح حسن الترابي إثر انشقاق إسلامي السودان عام 99. أسس حركة العدل والمساواة عام 2003 بمدينة فولتو بألمانيا، وكان للحركة ضلع كبير في العملية العسكرية التي استهدفت مطار الفاشر نفس العام ودمرت عددا من الطائرات الحربية. عارض خليل إبراهيم في مايو عام 2006 اتفاق أبوجا لسلام دارفور بين الخرطوم وحركة مني أركو مناوي، وأصبح لاحقا يهاجم حركات دارفور المتمردة الأخرى ويستولي على مناطقها، كما حدث في بلدة مهاجرية التي أخرج الجيش السوداني حركته منها. في مايو عام 2008 وجهت حركة العدل والمساواة بدعم تشادي ليبي ضربة موجعة لنظام الرئيس عمر البشير بهجومها على الخرطوم. صدتها القوات الحكومية، لكن بعد وصول مقاتلي الحركة إلى تخوم العاصمة وسقوط عشرات القتلى والجرحى. فشلت مباحثات حركة العدل والمساواة مع الحكومة السودانية التي عقدت بالدوحة برعاية عربية إفريقية دولية رغم توقيع اتفاقين، وانتهى الأمر بعدم اعتراف الحركة بوثيقة سلام دارفور الصادرة عن منبر الدوحة، والتي تطبق حاليا بشراكة الخرطوم وحركة التحرير والعدالة في دارفور. تشعبت معارك خليل وحركته وانتقلت إلى كردفان